تخيل ان اعظم لاعب في تاريخ كرة القدم كان ممكن ما يلعبش اللعبة اصلا. القصة بدأت في روزاريو الارجنتين. ميسي كان طفل صغير لأب من اصول ايطالية من مدينة انكونا الايطالية. ميسي كان عاشق لكرة القدم، بس اكتشف الاطباء ان عنده مشكلة في النمو، جسمه ما كانش بينتج هرمون النمو بالشكل الكافي، وده خلاه اقصر من زملائه. الحل الوحيد كان العلاج بالهرمونات، لكن تكلفة العلاج كانت ضخمة جدا وعيلته ما كانتش قادرة تغطيها. هنا ظهر نادي برشلونة، فموهبة ميسي لفتت انظار كارلوس ريكساش المدير الرياضي لبرشلونة وقتها، وبالفعل في سنة 2000 وهو عنده 13 سنة بس النادي الاسباني وافق يتكفل بكل التكاليف مقابل ضم ميسي لاكاديميتهم، وكمان انتقال عيلته كلها من الارجنتين لاسبانيا. وبعدها الباقي اصبح تاريخ. ميسي دخل اكاديمية لاماسيا وبدأ يبهر العالم بموهبته. رغم كل الصعوبات اصبح النجم اللي قاد برشلونة لتحقيق كل البطولات، وفاز بالكرة الذهبية 8 مرات، وكتب اسمه بحروف من ذهب في كرة القدم. ميسي اثبت ان الاصرار والعزيمة ممكن يهزموا اي تحدي حتى لو كان مرض نادر.